رهف، ممكن فوت؟ فيني فوت حبيبتي؟ شو رأيك نساوي شي شغلة سوا؟ انتي موافقة؟ خلينا نطلع لبرا. جاك شاري بطاقات سينما. شو رأيك نروح مع بعض؟ موافقة ما؟ رسماتك كتير حلوين. رهف رهف رهف، شو عم تساوي؟ بترجاكي وقفي، استني شوي. خلص بوعدك، هي آخر مرة بقرب على أغراضك الخاصة، لو سمحتي. اللي بصراحة إذا شفت هالصورة بتفوت على الفيلم؟ أنا ما بحب أفلام العصابات بنوب. واضح البراءة عم بتشرشر من عيونك لأنه. أما أنا رح ساوي للمعلم شو فيلم، حتى اللي ما بيحب هالأفلام رح يعمل واسطة ليلاقي بطاقة. ولك شو عم تساوي هون؟ أنا ما قلت لك روح ولا بقى تفرجيني خلقتك أبدا ولا؟ ها؟ ها؟ أنا بعتت وراه لا تتدخل، هو رح يساوي موسيقى للفيلم. ايه معلم. وهذا شو بيفهموا بالموسيقى؟ ليك جايب ورقة نوطة على أساس بيفهم فيها الكلب. شريب، إذا شفت هاي بتفوت على الفيلم؟ مستحيل فوت على هالفيلم، والناس مثلي تماما ما حدا رح يتفرج عليه. أنا مقدر الغيرة الفنية تبعك تجاهي. أنت بتقول الموسيقى أفضل، بس الناس ليش لحتى ما يحضروا بقى؟ البطل مين يلي رح يعمله؟ الناس شو بده يحببها بهالبطل إذا ما رح ينقذ بطل شقرة؟ هاي هي. بدي اقول لك انه في كناية بالفيلم. ابني شو بيسموها هي؟ ترميز أخي. اذا بقول لك في كناية او ترميز تطلع فيني مثل الاهبل. بهالفيلم المرة الحلوة هي بلدنا، مراد على مدار بجلالة قدره مين رح ينقذ؟ شوف، صغر عبد الحي وجاهد ورجع لي اياهم لورا، وكبر لي صورتي وحطها جنب المعلم وكأني أنا إيده اليمين، وحط لي خريطة تركيا بس خلي لونها أشقر. يلا لشوف. هي الأفيش تمام والموسيقى تمام. إذا قدرت تجيب المخرج كوبولا شغلتنا خلصت. عزيف ابني عزيف. شو صار يا صمد؟
معلم هذا أوز مات. ليش أنا سمحت له يموت بالأول؟ كيف موتوه؟ معلم هو كان عم يراقب سنان والظاهر اشتبك معه واثنيناتهم ماتوا. قلت اللي اشتبك معه ما وهن الاثنين ماتوا. ايه نعم معلم. أنا اشمئزيت يا صمد. شلون زبطت معك إنه اثنين مشتبكين مع بعضن وقاتلين بعضن ايه شو رح تساوي اليوم؟ لازم روح على الجامعة بس متكاسلة كتير. الجامعة بعيدة من هون. أنا بوصلك معي. ما بدي بلا ما بعد عليك المشوار. خليني روح معك لعند العادلية ومن هنيك بطلع بشي سيرفيس. انتي بتعرفي تسوقي سيارة؟ اوه طبعا بعرف. أنا يلي كنت طالع أمي مشاوير. طالما هيك انتي وصليني عند العادلية اليوم وإذا عجبتيني بعطيك السيارة. شو سويت؟ أقنعت البيج بوس محمد. كيف يعني؟ أنا قلت له على شغلة صغيرة، هو صار يعيد حساباته كلها من الأول. وشو قلت له؟ قلت له محمد جلبي بيكون صديقي المقرب. بلا مسخرة جاهد. قلت له يلي لازم أقوله وخلاص. صار عندي فرصة كبيرة لأكسب ثقة البيج بوس، وهذا هو المهم. طيب طالما رحت قابلته ليش ما خلصت عليه؟ لساته ما وثق فيني وأنا ضليتني مربط طول اللقاء. بس هلأ إذا نفذت له المهمة ساعتها رح صير قريب إله مثل خياله. انت ضل هون محمد، خلي صفية تحت نظرك واترك الباقي علي. ماشي. في شي تطورات مهمة متعلقة بحراس المعبد؟ عرفت الاستراتيجيات يلي عم يعملوها بالوقت الحالي لحتى يخلوا تركيا تطلع برات موضوع مصادر الطاقة يلي بالمنطقة؟ هن بدهم يطالعوا تركيا لبرات المعادلة لحتى ينقلوا غاز القفقاز عن طريق روسيا، ومن تحت بينقلوا الغاز والنفط يلي موجودين بمنطقة الشرق الأوسط عن طريق بلدان الجنوب.
بسبب موقف تركيا يلي عم يصير بالمنطقة. هن عم يحاولوا هلأ يدوروا على أي طريق للعمل المشترك لحتى يخلوا تركيا تصير بموقف صعب. أذربيجان والقوقاز عم يقدموا تضحية كبيرة ضد الروس يلي عم يمارسوا هيمنتهم عليهم. روسيا عم تجرب كل الطرق لتفوت أذربيجان باتفاقات لحتى تستغلها مثل الاتحاد الجمركي. عم تستقل عن السياسة الروسية بمجال الطاقة والغاز الطبيعي اللي عندهم، وهي السياسة عم تشكل تهديد كبير على روسيا وعلى وضعها كدولة عظمى. أذربيجان عم تلعب دور كبير بسياسة الطاقة عبر خط أنابيب باكو تفلس جيهان وعبر مشروع الTAB، وهي المشاريع بتمتلك أهمية كونها أحد عناصر الاستقلال للاقتصاد الأذربيجاني، وبنفس الوقت هي بتشكل عامل مهم كبير بالشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين أذربيجان وتركيا. وبالإضافة لهالهدف هي المشاريع بتضمن لهدول الدولتين انهم يصيروا عناصر نشطة بمجال الطاقة بالعالم. الأذربيجانيين ما راح يخلوا حدا يستغلهم، ولا نحن رح نسمح بهيك شيء، ومستعدين للمخاطرة.